مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي يدلي بتصريح مثير إلى قناة الهداف الجزائرية يبكي الملايين بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا. شاهد ماذا قال: إذا كنت مشجعا لمحاربي الصحراء وتتمنى له التوفيق في مونديال 2026 اشترك في القناة ليصلك كل جديد. انهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره المنتخب النيجيري بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس إفريقيا بالملعب الكبير بمدينة مراكش. وقدم المنتخب الجزائري مشوارا مميزا في النسخة الحالية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل. مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي يدلي بتصريح مثير إلى قناة الهداف الجزائرية يبكي الملايين بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا. شاهد ماذا قال: وقال جمال بلماضي إنه حزين لخروج المنتخب الجزائري من ربع نهائي كأس إفريقيا أمام نيجيريا، وأن الجمهور الجزائري يستحق أكثر من ذلك، وأنه كان يتمنى أن يكرر محارب الصحراء إنجاز 2019. لقد لعبنا بشكل سيء ضد منتخب نيجيريا، علينا أن نقوم بتهنئة منتخب نيجيريا، لقد استحقوا الفوز والتأهل لدور النصف النهائي. علينا أن نستمر في العمل ونستعد بالشكل المناسب لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم المقبل وإسعاد الجمهور الجزائري، هذا الجمهور العالمي الذي يساند محارب الصحراء في كل مكان. وختم قائلا: الناخب الوطني بيتكوفيتش يقوم بعمل رائع، علينا أن ندعمه وندعم المنتخب الجزائري. تجدر الإشارة إلى أن جمال بلماضي قاد منتخب الجزائر للفوز بكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه سنة 2019 والتي أقيمت بمصر.